بسم الله. واخيرا يتمكن النادي الاهلي من فك نحس التعادلات في الدوري المصري ويحقق فوز صعب جدا 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 على سيراميكا في مباراه احنا صعبناها على نفسنا، والاداء الاهلي ما تحسنش ولا اي حاجه، بس كسبنا. الاختلاف الوحيد عن المباريات اللي فاتت ان الاهلي كسب المباراه دي فقط لا غير، لكن الاداء ما تحسنش. الاداء كان كويس نوعا ما الشوط الاول، بعد كده الشوط الثاني الاداء كان منخفض جدا. ما شفناش اي حاجه، شفنا تغييرات غريبه من كابتن عماد النحاس هنتكلم فيها وهنشوف هنقول ايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. اللايك اللي هتعمله هيساعدني كتير في ان الفيديو ينتشر واني اتشاف اكتر باذن الله. انا طارق العدل ويلا نبدا في تحليل المباراه. الاهلي بدا المباراه بلقطه حلوه جدا 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 من محمود حسن تريزيجيه. هو ده تريزيجيه اللي احنا نعرفه، اللي بيعرف يقدر الموقف صح، اللي بيعرف يحكم العقل في المواقف الصعبه. تريزيجيه بدا المباراه بان الجمهور هجمه هجوم شديد. يا تريزيجيه ارفع ايدك، الجمهور الاهلي هو سيدك. التصرف الرائع اللي عمله تريزيجيه واللي شايل من عليه الضغوطات النهارده بشكل كبير جدا، بانه راح لجماهير النادي الاهلي واعتذر وحط ايده على راسه وقال لهم انا ما اقصدش، انتوا فوق راسي. كل ده بص، نهيت القصه يا تريزيجيه، نهيتها وبرافو عليك، وكان تصرف رائع منك جدا جدا جدا. بدات المباراه باللقطه الحلوه دي، وتختلف او تتفق مع تشكيله المباراه بان محمد شريف ليه يبدا من ليه مش جراديشار. بان في ناس قالت ليه تريزيجيه كان مستوى وحش خلال الماتشات اللي فاتت، ليه لعبه اساسي الماتش ده، وان محمد طاهر بيلعب اساسي في المباراه دي. بس الاهلي بدا بشكله كان كويس، الاهلي كان احسن نوعا ما، كان مستفيد من الزخم الجمهوري اللي كان موجود. جمهور النادي الاهلي النهارده كان عامل ملحمه في المباراه طول ال 90 دقيقه، كان بيحمس اللعيبه، واللعيبه دي للامانه كانت ظهرت ان في روح مختلفه، وكان كل واحد بيلعب بقلب على الكوره، وكان في شكل مختلف للنادي الاهلي. تريزيجيه الكوره بتصالحه لان هو احترم الكوره واحترم اصول الكوره واحترم الجمهور وعمل كل حاجه، كمل البرواز، وبالتالي ربنا كافئه والكوره كافئته، وجاب هدف رائع جدا جدا بعد تمريره اشرف بن شرقي لتريزيجيه. يقطم الكرة على اليمين ويعملها ار2 زي الكتاب ما قال، يجيب الهدف. وبعد الهدف الاحلى من الهدف ان هو راح تاني واعتذر لجماهير النادي الاهلي عن اللقطه اللي هو عملها. تريزيجيه النهارده انت شلت من على نفسك كل الضغوط اللي كنت حاططها على نفسك من بعد مباراه بورتو، من بعد المباراه اللي كانت في انتر ميامي. شلت الضغوط دي من على نفسك، خلاص فكر في اللي جاي، فكر في اللي جاي. انت احد كباتن النادي الاهلي، اتعامل على هذا الاساس، اتعامل كانك كابتن، قود الفريق وحاول تخرج الفريق من الكبوه اللي موجود فيها دي. لكن اللي حصل بعد كده ان الاهلي كان مسيطر بس على استحياء، مفيش فرص حقيقيه، مفيش اختبارات على بسام حارس سيراميكا. الشوط الاول يعني انت قدمت مباراه حلوه، خلاص بقى كملها، كمل واحسم المباراه، استغل حاله الزخم اللي انت فيها دي، وحاله ان انت فايق، وحاله ان جمهورك معاك، وكذا عامل كده ايجابي كان موجود في الشوط الاول. الشوط الاول بدا يتسرسب منك، الشوط الاول بدا يروح منك، بدا الحكم فيه كور كتير جدا 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 كان لازم الفار يتدخل فيها، لكن الفار كان النهارده مش موجود الا على اي كور ضد النادي الاهلي. اي كور موجوده ضد النادي الاهلي الفار موجود ويقول له تعالى يا حكم، ويروح ويشوف ويتاكد وكل حاجه. اي كوره فيها شك للنادي الاهلي، في النهارده كورتين يعني يا جماعه، في كذا كوره هاند بول، وفي كذا كوره الكوره بتاعت طاهر محمد طاهر اللي وقع في منطقه الجزاء. طب يا جماعه الحاجات دي بتتحسب في ماتشات تانية للمنافسين، والله بتتحسب. طب ما تروح تشوفها يا اخي. طب بتاع الفار يعني خش راجعها، خلي شويه من العدل. واحد مش عايز يتهم حد في ذمته، بس خلي شويه من العدل. نفس ما بتجيب حاجات لسيراميكا تجيب حاجات للاهلي يا اخي، خلي الحكم يشوفها. وده اللي اتكلم عليه كابتن وليد صلاح الدين، وكان بيعاتب الحكم ان هو اشمعنى رحت شفت الكوره بتاعت سيراميكا والكوره بتاعتي ما بتشوفهاش. حاجه مش مفهومه يعني. كابتن عماد النحاس اي نعم كان بيصالحهم على بعض، حاجه كانت لقطه برده غريبه شويه، بس انا عاوز عداله تحكيميه. انا بقول على نفسي ان انا مستوايا وحش، لكن بقول ان هيتحسن، وفي نفس الوقت اديني حقي واديني العداله التحكيميه عشان اعرف اكمل. يعني ما اكونش انا سيء فنيا وانت بتظلمني كمان، مش هتبقى ماشيه يعني. مش الاثنين، لا واحد او واحده تشيل واحده ارجوكوا يعني. بعد كده الشوط الاول بينتهي لان ما فيش حاجه يعني الاهلي ضافها في الشوط الاول. اللهم ان تريزيجيه كان فايق شويه، وكان بيحاول كذا كوره في بعد الجون اللي جابه ده، في كوره شاطها على الطاير كده، لو كانت جول كان هيبقى جون ممتاز جدا. وكذا لقطه كمان لاشرف بن شرقي كان بيحاول يرقص ويحاول يباصي، بس هو برده في سن التطويل على الكوره كده،
من اشرف بن شرقي، لو حاول يتخلص منها الدنيا هتكون اسهل والدنيا هتكون ايسر. النهارده كان عامل خطوره نوعا ما طول الشوط الاول، بس برضو مش ده اللي انت عارف. انت لما تكون عمال بتتفرج على الشوط الاولاني وعمال عاوز تطلع اي حاجه كويسه عشان تقول والله الاهلي اتحسن، لا والله يا جماعه الاداء اتحسن والحمد لله ويلا وهنشوف هنعمل ايه الفتره اللي جايه ونبني على الفوز ده. لكن انت مش انت بتحاول اي لقطه بتحاول تجملها، لقطه حلوه بتعملها. الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده في النهارده في دفاع النادي الاهلي ما سببتش خطوره على الشناوي. يعني الشناوي النهارده ما تالقش وشال كور وكذا، الحمد لله ربنا استرها في كذا كوره. ان الدفاع الاهلي كان تايه، وخصوصا الشوط الثاني. الشوط الثاني ده كارثه، الشوط الثاني كارثه. بس مع نهايه الشوط الاول كان باين قوي ان انت لازم تطلع محمد طاهر وتطلع محمد شريف. يعني تغييرتين لازم تعملهم على طول، تنزل جراديشيار مكان محمد شريف، لان محمد شريف كان مختفي تماما النهارده، وجات له فرصه في الشوط الاول كان فيها غير محظوظ، الكره اللي هي شالها بسام وخبطت في القايم وما دخلتش. بس كان لازم تنزل جراديشيار عشان ترجع جراديشيار تاني لفورمه المباريات، لان جراديشيار مستواه انخفض بشكل غير مفهوم. محمد طاهر ما قدمش النهارده الاداء اللي هو يعني يخليه يكمل الشوط الثاني. بس كالعاده بدانا الشوط الثاني مفيش تغييرات حصلت، وانخفض مستوى النادي الاهلي وما كانش في اي خطوره هجوميه. والفكره كلها ان انت عمال بتتكلم. يعني كابتن عماد نحاس، انت شايف ايه في التغييرات اللي انت عملتها في بعد ما الشوط الثاني بقى اتقدم، وشفت ان سيراميكا تضغط عليك، وشفت ان في الاهلي في مشكله وان الدنيا هتروح منك، اما نزل تغييرتين، نزل حسين الشحات ونزل ديانج. بقى بنلعب ب 2 6 مروان عطيه وديانج، ونزل حسين الشحات يلعب ناحيه اليمين، وخلى محمد طاهر بيلعب راس حرب. طب يعني محمد طاهر لعب تقريبا 3/4 المباراه وعمال بيجري كجناح، خلاص مخزونه البدني انتهى. هنستفيد منه ايه في مركز راس الحربه؟ كان وقتها كان جراديشار لازم ينزل على طول، جراديشار مكان محمد طاهر كان ينزل، كنت نديله وقت اطول وتخلي الدنيا تمشي. وعايز تامن دفاعي، ما عنديش مشكله انك تامن دفاع بديانج ومروان عطيه. بس الفكره كلها ان كان لازم في التغييره دي كان لازم جراديشار ينزل مكان محمد طاهر. اتاخرت قوي تغيير محمد طاهر في الدقيقه حاجه و80. جراديشار طبعا لسه عقبال ما يفوق ويدخل المباراه، مش هتاخد منه حاجه، مش هتاخد من جراديشار حاجه في الست 7 دقائق، مش هتاخد منه اي حاجه في التوقيت ده. لازم يكون بدري شويه، وحسين لازم ياخد برضه شويه عشان يرجع. حسين عنده كوره يا جماعه، بنتكلم على حسين الشحات، ما بنتكلمش على لاعب مغمور. حسين الشحات ياما قدم للاهلي وقدم مباريات احسن من روعه، قدم مباريات انقذنا وجاب لينا بطولات بالهبل يعني. وبالتالي لازم واحده حسين الشحات ياخد وقت اكبر عشان يكون يعني يقدر يديني احسن من كده. في حاجات كده يا كابتن عماد لازم تاخد بالك منها. انا مش بقول لك ماتش زي ده كان غير مناسب تماما لقفشه، ده ماتش زي ده حسين الشحات كان ياخد فيه اكتر من كده، وقت اكتر من كده. جراديشار كان ينزل وقت اكتر من كده. الحاجه بقى كمان موضوع الاصابات ده، وخاصه في دفاع النادي الاهلي، كل ما نرجع واحد من الاصابه الثاني يقوم محصله. النهارده برضه بيكهام جه في سبرنت مسك الخلفيه وهيطلع. يا جماعه ايه موضوع الاصابات بتاعت خط الدفاع بتاعنا ده؟ خط دفاع مهلهل متهالك، حاجه صعبه بجد، حاجه صعبه. ان فكره الاصابات اللي بتيجي دي يعني لازم يكون ليها حل. هل حمل بدني؟ هل لعيبه بتتدخل غلط، بتجري غلط، ما بتسخنش صح، في ايه؟ احنا كل ما بنرجع المدافع الثاني بيتصاب. يعني الموضوع ده لغز بصراحه. وفكره يعني بجد يعني الاصابات دي لازم لها حل. وفي كذا لاعب النهارده برضه يقلق. اشرف بن شرقي طلع برضه كان ماسك مش عارف ايه، محمد بن رمضان برضه ماسك رجليه. ايه يا جماعه في ما تلعبوناش يا جماعه كده، مش هنلاقي صفقات، مش هنلاقي حاجه نلعب بيه. يرجع تاني في حسبه بقى ان هو مين اللي موجود مين مش موجود. موضوع الاصابات ده لازم الاهلي برضه يبص عليكم شويه كده. يا جماعه والاخطاء الدفاعيه الكارثيه اللي كانت هتجيب جلطه لينا في اخر المباراه دي، اخطاء دفاعيه يا جماعه بدائيه جدا، لعيبه بتخبط في بعض، باصات غلط. محمد هاني النهارده قدم مباراه سيئه جدا سيئه جدا. يا محمد هاني حرام عليك يا اخي، كمل ماتشين 3 على بعض بتقدم اداء كويس. الماتش اللي فات كان نجم المباراه وقلنا وعمل وراح وسوى ومش عارف ايه. النهارده لاعب سيء قوي قوي، اخطاء كتير قوي. مروان عطيه على قد الكور الكتير اللي قطعها واللي انقذ فيها النادي الاهلي، بس برضه عنده بعض الاخطاء الفرديه والاخطاء اللي كانت ممكن تكلفك. الشوط الاول الكره اللي نزل فيها على الارض دي وسابها، احمد فتحي حتى اتكلم عليها في الاستوديو التحليلي وقال لك انا مش فاهم ازاي مروان يبيع نفسه بالشكل ده من نص الملعب وراح نزل على الارض، ساب الواد يروح انفراد على الشناوي. كور كتير من مروان تتقطع ويلا تباصي يقوم بباصي غلط.
كور كتير في نص الملعب لو كانت لعبت بسرعه للاطراف بتاعتنا كانت هتبقى خطيره على سيراميكا. لكن احنا بنتاخر قوي في تطليع الكوره. انا يعني في نقط كده يا جماعه نبدا نشتغل عليها. انا مكسوف وانا بقول كده على لعيبه النادي الاهلي، والله العظيم بتتكسف انك بتتكلم كده على النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي وعلى الاسامي دي. يا جماعه الاسامي دي مش بسيطه، اسامي كبيره جدا. بتكلم على حسين الشحات، بتتكلم على قفشه، بتتكلم على طاهر محمد طاهر، بتتكلم على بن رمضان، بتتكلم على مروان عطيه. لعيبه دوليه ولعيبه ليها وزن. ما ينفعش تيجي تقول لي والله مروان انت النهارده اتقطع منك الكوره كام مره وبصيت كام كوره غلط، وانت يا بن شرقي كذا كوره طولت فيها، يا ريت تباصي وتعرف تفرق ما بين الكوره اللي هتعرف ترقص فيها وتخش وتقتحم والكوره اللي مش هينفع وتكون متقفله فتباصي وتاخد 1 2. عيب ان احنا بنتكلم ده على لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه اللي بالوزن ده. انا ده اروح اقوله للناشئ والله خد بالك انت واتعلم بقى وشوف، بس شوف الجناح بتاع النادي الاهلي الاساسي بيعمل ايه وبيتصرف ازاي في الكور دي. عيب ان انا اروح اقولها للاعب كبير، وعيب ان انا بروح اتكلم ان خط دفاعي بالعشوائيه دي واللي بيضغط عليه هجوم نادي السيراميكا. مش بقى رايح بتقابل فرقه كبيره في افريقيا، انت خط دفاعك بيرعبك مع كل كوره، بتترعب مع كل كوره، ما بتبقاش عارف ايه اللي ممكن يحصل. هي الكوره تيجي يعني كذا كوره يا جماعه النهارده، كوره مثلا كريم نيدفيد يعني ربنا سترها، ده تعادل وش، لولا ان هو كريم نيدفيد الكوره دي في الجون، لولا بس ان هو كريم نيدفيد وبيعمل التصرفات الغريبه دي هتخش جول مرتاح، جول مرتاح وتعادل وتخش في دوامه وتخش وازاي والاهلي هيخرج من الدوامه ازاي والتعادلات. انتوا بتلعبوا 1-0 ليه؟ 1-0 مع كوكبه اللعيبه دي اللي معايا، ليه 1-0 مع كل التشكيله اللي معايا دي؟ ليه؟ تحت بند ايه؟ انت معاك لعيبه كبيره ومعاك لعيبه كتيره ومعاك لعيبه هجوميا كويسه، ادخل وجيب الهدف الثاني والثالث والرابع وقفل المباراه، وابدا بقى اعمل تغييراتك بالراحه وتغييراتك زي ما انت عاوز وبراحتك واريحيه، حاطط رجل على رجل، ما تقعدش تزنق نفسك لغايه الدقيقه حاجه و90 نازل بتدافع قدام سيراميكا، بتلعب ب2-6 قدام سيراميكا. حاجه يعني الوضع صعب قوي يعني يا جماعه. ما فيش حاجه، انت عامل بالظبط كانه طبق فاكهه وانت عمال بتبص عليه، في حاجات مفعصه وحاجات بايظه وانت عمال بتزق كده. طب شوف دي يمكن البرقوقايه دي كويسه، يمكن الخوخه دي حلوه، وتطلع وتقعد تمسح وتشيل الحته الوحشه وتعمل يعني الموضوع يضايق، الموضوع يضايق مع لعيبه زي كده وانت لسه لغايه دلوقتي بتحاول وتدادي وتعمل بس في كوره حلوه، لا في لمسه حلوه. يا جماعه هو كوره تريزيجيه وبعد كده ايه اللي انت عملته؟ كوره تريزيجيه وبعد كده انت عملته ايه؟ نفس الاداء وحش برضه، الاداء وحش. الشوط الثاني انت ما جيتش، الشوط الثاني ما عملتش حاجه، الشوط الثاني ما فيش كلها كور يعني على استحياء كده، واخطاء الدفاعيه بتوقف، بص قلبك بيوقف. مفيش الشناوي ما شالش، بس يا جماعه هو عشان ضعف الخصم اللي قدامك، عشان خصمك ضعيف هجوميا وبيخلص، فانت بتقول ان انا تمام، انا ما دخلش فيها حاجه، انا تمام. انت مالك معترض ليه؟ انا معترض لان انت كنت ممكن تلبس اجوان بس لو في حد عنده فكره بيلعب قصادك. اخطاء الدفاع النهارده للعش مع ياسر، مع محمد هاني الناحيه الثانيه، مع كوكا، مع مش عارف ايه، انت عمال بتبص ايه الكوكتيل ده؟ ايه كوكتيل الاخطاء ده؟ كوره واحده من دول تدخل تدخلك في قصه ثانيه، قصه التعادلات والدوامه الاهلي، واين الاهلي والاهلي يطلع فين وامتى الاهلي يحقق فوز. مباراه يعني طالعه يعني يا رب الماتش يخلص، يا رب الحكم يصفر. انا بقول كده، انا مشجع النادي الاهلي اقول يا رب الحكم يصفر عشان اخد 3 نقط بالتشكيله دي، بكميه كوكبه اللعيبه دي، بالاسامي دي، اكسب 1-0 وبالعافيه. وايه اداء محمد علي بن رمضان ده؟ ايه يا جماعه في ايه اللي بيحصل؟ الولد اتبدل؟ هو ده محمد علي بن رمضان اللي لعب معانا في كاس العالم؟ هو ده الولد اللي كان بيطلع نار من بقه ولاعب قلنا لا كسبنا لاعب عالمي؟ وامتى هنشوف الثلاثيه؟ تقريبا مش هنشوف. امتى هنشوف ثلاثيه ديانج مع محمد بن رمضان مع امام عاشور؟ منحوسين لحد دلوقتي ما شفناهاش يا جماعه. ما حاجه صعبه قوي يعني. لعيبه كده بعض اسامي زي محمد علي بن رمضان، يا عمي ايه اللي حصل لك؟ بدلت، لا بساطه هو ولا انتقال طلعاته هو ولا دخوله في المنطقه ولا مش عارف ايه، بتصعبوا الكوره علينا ليه؟ الاداء وحش يا جماعه، الاداء وحش، لا وحش، الاداء مش حلو يا جماعه.
مبروك علينا 3 نقط بس يعني والاداء من غير اداء. مبروك علينا 3 نقط بجون تريزيجيه، مبروك علينا 3 نقط وعوده فوقان تريزيجيه. يعني ملخص يعني شكرا، مبروك علينا تريزيجيه بس فين الاداء؟ يعني اهي 3 نقط والاهلي بدا تاني يخش في فبقى نحقق انتصارات وبدا الامور تظبط، وان شاء الله يبدا الاداء يتحسن. بس يا كابتن الخطيب احنا محتاجين مدرب، محتاجين مدير فني بسرعه يلا حالا. كابتن عماد النحاس ما ينفعش، واي مدير فني مصري ما ينفعش، عايزين اجنبي، مدير فني اجنبي يقدر ينقل اللعيبه دي ويطلع منها حاجات غير اللي احنا بنشوفها دي. نتمنى سرعه انهاء ملف المدير الفني للنادي الاهلي، لان الوضع كده لا يطاق بكل امانه يعني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تعملوا لي لايك، وان شاء الله لو عندكم اي راي شاركوني في التعليقات. سلام.